حبايبي الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب، وركز معايا اليوم بإذن الله بما إنه إحنا في السمر. حلو السمر مش اللون، السمر اللي هو الصيف الحار. سمر لتهاني. لا ما حبيته، مو حلو. مين سمر وتهاني؟ توك خاطب. والله هي قاعد تشوف اسمعي، انا مالي دخل فيه، يقول سمر وتهاني، الرجال ده مو مزبوط. عموما اليوم باذن الله بما انه الاجواء صيفيه وكذا، وهذا موسم الربيان يا جماعه الخير، موسم الربيان، فنبغى طبخات كذا. حنعمل مكبوس ربيان بس بطريقه، خلينا نقول تكنيك شويه ان شاء الله بيكون افضل، مناسب، ناعم، حلو، لذيذ. يا سلام سلم عليه. اليوم راح نعمل صلصه مكبوس ربيان. حنعمل الصلصه تكون جاهزه بحيث انه تعمل منها كميه كبيره لو حبيت، وتحطها في الفريزر في الثلاجه اليوم اللي قبله عشان تسهل على نفسك في الطبخ. مثلا نقول انت بكره تبي تطبخ، اليوم تعمل الصلصه هذه تحطها في الثلاجه، من بكره تصحى ترمي الرز عليها وخلاص يستوي معك. حلوين. وبما انه جبنا طاري الرز، فايش بيصير؟ حنادي الشعلان ابو علمين، العلامه الرائده العريقه التاريخيه، اكثر من 70 سنه يا جماعه الخير خبره في الرز، وعندهم اللون هذا اللي اسمه عنبر بنجابي، حبه طويله الرز كذا يروح معاك نسبة. ايوه شايف كيف؟ حبة طويلة، لا هو يعني كذا حبة طويلة بس، يعني هذا اسلوب ايش يسموه؟ اسلوب التعبير الجمهوري. ايش اسلوب التعبير اسمه هذا؟ ايوه هو ده. عموما الحبة حتطلع معاك كذا طويلة ممتازة. نسبة الكسر 1% يا جماعة الخير، نسبة الكسر 1%. لما تيجي تطبخ الرز يطلع معاك مستوي. الحبة واختها، هي واختها كذا، ها بنت عمتها، لا اختها بس، هم اخوات الاثنين. ايش بك؟ هي واختها يعني هم كذا قاعدين الحبة فلما تجي تاكل المكبوس كذا تحطه في يدك، الشعور هذا، او لما تشيل بالملعقه تحس نفسك اخذ عينه. يا سلام، اخذ عيله انت معك يا قاسي انت يا قاسي. تحس ان انت ايش شايل العيله معاك. حلوين. وغير كذا الرز كل ما قعد فتره طويله متخزن كل ما كان افضل. وهذا اللي يسويه رز الشعلان، يخزن لك الرز اقل حاجه سنتين، حطوه في المخزن سنتين عشان يتعتق ويطلع ريحته وعليك بالعافيه. انت برضو لو حطيته عندك بسنه سنتين زي ما عندك مشكله، طعمه حيكون مره مناسب. حلوين. حدثني عن المكونات، ورينا حكيني عن المكونات ابو الهش. اول حاجه يعني عندنا هنا الورقيات، نبغى نعطرها بالبقدونس والشبت والكزبره يا سيدي. وبعدين عندنا هنا البهارات، بهاراتك عاد الحلوة، كل واحد بمزاجه. يعني بكتب لك أنا الرصة اللي موجودة عندي، وعندي هنا الزنجبيل والثوم، وعندي هنا ورق كاري حيعطي كذا طعم جميل، وعندي هنا ربيان بقشره راح نطبخه وبعدين حنعصره عشان يطلع مرقة مستحيلة. هنا عندي عصير الطماطم، وعندي نوعين بصل، واحد حستخدمه للكشنة، واحد حستخدمه لحمسة البصل اللي حتكون مع المكبوس. حلوين. وعندي هنا ربيان مقشر، تعال لسه باقي، فين رايح يا حبيبي؟ شوف لي الربيان المقشر الحلوة هذه اللي راح تكون فوق، يعني هذه اللي حتاخذ حمسة بسيطة. هذا يا جماعة الخير حتاخذ نفس المكونات حقت صلصة المكبوس اللي حنسويها، نفس المكونات لكن بكميات أقل، وهذه راح تدخل في الحشوة. عرفت؟ هذه راح حتخش فين؟ ايوه، مذاكر معايا مره متحمس للطبخه. ابغاكم تشوفوا النتيجه، وابغاكم تشوفوا الرز كيف ما شاء الله كذا واقف. عارف تحس الرز يعني جنتل واقف كذا وقفه. السلام عليكم يا جماعه، يعطيكم العافيه، كذا واقف ولا عليه من احد. يا سلام، في ثقه تسويق فل. حكيني عن مكان التصوير. ايش رايكم في اللوكيشن؟ بالله ايش رايكم في اللوكيشن؟ ها؟ وين؟ أنا في مطعمي الجميل، لسه قاعدين ينظف ويرتب، ولسه باقي قاعدين نشوقكم بس، كل أسبوعين إن شاء الله ونفتح. نقول بسم الله نبدأ. شاهين تعال حبيبي، تعال. شاهين معايا في كل مكان، حتى في المطعم. هاو اتس ماي ريستورانت. كيف مطعم كويس؟ هذا مرة كويس. ها؟ مرة كويس. ليش؟ هذا this decoration nice, this man is good, very responsible. ايه؟ والله هذا كله ترتيب، هذا نايس very good. انت مية ما في كويس. والله ما في كويس. انت ما في كويس. انا سوي كت. لا تسوي كت، حتحطه. هذا شيء مرة كويس. سامعين يا جماعة؟ اللي زعلان عليا انت غلطان، تزعل عليا. يلا قول بسم الله نبدأ. بسم الله نبدأ. يا بس خلاص.